يا مساء الحلويات على احلى متابعين، بنرحب بيكم، وحشتونا. يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. النهارده هنجهز تتبيله للفراخ المشويه. بما ان احنا دلوقتي في فتره صيام عندنا، فاحنا هنجهز الفراخ ونتبلها ونعينها في الفريزر. انا جبت فرختين ونص. عندي مسكت الفرخه الصدر، شرحته كده بحيث الطريقه، ونقعته في محلول ملحي وملح وليمون ودقيق، وحطيت عليه شويه خل، ونقعته لمده 3 ساعات بحيث اي زفاره او اي حاجه موجوده فيه. شفت الصدر الابيض زي الفل ازاي؟ قشطه. وبشرحه عشان لما احط التتبيله واجي اطلعه اشوي، يبقى الشوي معايا ممتاز وما بياخدش وقت. هنقول المكونات اللي احنا هنحتاجها. هنحتاج بصلايه كبيره، طماطميتين صغيرين، قرن فلفل شطه، ونص راس توم. وهنا هجهز بقى البهارات اللي هطحنها في الكبه. وجوز الطيب مع الحبهان مع قرنفل مع كبابه صيني. وهنا الفلفل الاسود. وهنا بهارات بتاعه التوابل بتاعه اللي بجيبها من العطار، بتبقى موجوده معايا. بتبقى بصل بودر وتوم بودر تاني وبابريكا وشطه وتوابل الفراخ المشويه. هنكمل ونرجع لكم تاني. دلوقتي انا هبتدي بقى ان انا اغسل الفراخ من المحلول اللي انا عاملاه دوت، وانقعه مرتين 3 في ميه وملح بس لغايه لما يطلع اي شوائب منه. وبعد كده اصفيه وابتدي احط المكونات اللي انا هجهزها دلوقتي. ودلوقتي احنا خلصنا بقى الفراخ وغسلناها. بصوا لون الفراخ وانا مشرحاها تمام. دلوقتي هبتدي انا ضربت كل المكونات. هبتدي بقى احط المكونات ديت: الطماطم بالبصل بالثوم. وابتدي ان انا احط تاني: اللبن الرايب. انا جبت نص كيلو لبن رايب، اللي عنده لبن واللي ما عندوش براحته، بس دي بتدي طراوه للفراخ وهي مشويه كده. بعد كده هبتدي ان انا احط بقى الملح الفلفل. ده فلفل ساده ومش هكتر منه قوي. دي البهارات اللي انا عملتها: الكبابه الصيني، على القرفه، على القرنفل، على جوز الطيب، على الحبهان. دي بقى بيبقى عليها بصل بودر وتوم بودر وبهارات فراخ، على البهارات الفراخ المشويه، التوابل اللي بتبقى جاهزه عند العطار. انا هقسم. بعد كده ده اختياري، هبتدي ان انا اقلب كل المكونات مع بعضها عشان تدخل وتتجانس مع بعضها. وبعد كده انا لما بقلب واخلص كل المكونات ديت ببتدي بحط لون اختياري. ده انا بحط نقطة بودرة زعفران. انا هقلل خالص لانها تدي لون اصفر زي المحلات، كأنك يا ست الكل جايبة الفراخ من احسن محل مشويات، وبتتنقع معاكي. عندك بقى عزومة، عندك فرح، عندك خطوبة، عندك مناسبة، عندك عيد. انا بجهز المشويات بتاعتي واسيبها بتاع اسبوعين 3 بالتتبيله بتاعتها. مجرد ما بحطها على الشوايه ما بتكملش 10 دقايق وش وظهر بلاقي الفراخ معايا استوت. ليه؟ متبله جاهزه وبتاخد لون بامبي خفيف. انا كده نسيت حاجه انا هحطها دلوقتي: صوص الصويا. انا افتكرت وانا بحط المكونات ان انا لسه هجيب الصوص بتاع الصويا واحطه دلوقتي انا هجيب دبس الرمان وازوده ونرجع لكم تاني. دلوقتي هحط بقى الصوص، بس هو كان خفيف، مش الازازه بتشطب، بزودت عليها شويه ميه ورجيتها وحطيتها. هنا هحط بتاع ربع كوبايه خل. انا بقى هشتغل بايدي بصراحه عشان اعرف امسك المكونات. كلنا ستات بيوت وبنشتغل في الحاجات دي عشان كل المكونات تدخل مع بعضيها. بص المنظر. لسه بقى ست الكل لما تدخليها تيجي تطلعيها وريحه المكونات كلها تحفه تحفه.
اللون دوت الزعفران او كركم او كاري حسب ما اللي موجود عندك، دي اختياري. انا بعملها كده عشان بحط جنبها بقى ايه الرز البرياني، فبيبقى الولاد بيحبوها. انت بقى مش عايزه تحطي اللون بتاعك دوت براحتك، بس ده كانه ايه، كانه جاي من مطعم. ولادك هي ايه هيدعوا لك ويقول لك يا ماما عاشت ايديك. كده خلصنا كل المكونات، هندوق الحوض ولو في اي حاجه عايزين نضيفها هنضيفها. ويا رب وصفه تكون خفيفه كويسه، وان شاء الله المره الجايه هنعمل لكم وصفه بقى الايه تتبيل اللحم المفروم برضو. يا رب ايه نكون ضياف خفاف عليكم يا رب.